السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يوم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. النهارده ان شاء الله حبيت اشارككم يعني اسعار السوق، واشارككم الحاجه اللي احنا شارينها من سوقنا، وتشوفوا الاسعار معايا. ويعني مثلا يعني تكتبوا لي في التعليقات الاسعار زي عندكم، زي يعني الاسعار زي المدن زي الارياف، يعني كل واحد. طبعا الاسعار بتختلف من مكان لمكان. الارياف عمرها ما تبقى زي المدن، مهما كان المدن برضو بتبقى اسعارها اغلى شويه. والارياف، اصل الارياف عندها مش كل يوم سوق. الارياف احنا عندنا هو يوم واحد في الاسبوع سوق. يعني احنا الخضار حاجتنا كلها بنجيبها من الاسبوع للاسبوع. ان حصل نصيب بيجينا بياعين وكل حاجه طول الاسبوع. بس برضو تقدروا تقولوا ان يعني انت معظم الحاجات مش بتلاقيها مع البياعين، انت الحاجه اللي انت بتستخدمها في بيتك هي اللي بتجيبيها. والسوق عندنا عبارة عن كل حاجة. أول حاجة هشارككم معايا كل حاجة تبع الطبيعة. التسالي بتاعت الحاج محمد أهم حاجة، دي أهم حاجة عندنا. الفطار يوم السوق دي لازم يكون فطار، لازم يكون في بوظة. تسالي والبوظة أول حاجة. بحب أشارككم كل حاجة على الطبيعة كده. الفطار فول وطعمية وعيش أبيض أهو. أهو غير بقى الفسيخ اللي هو يعتبر المخلل الحادق يعني. حابه ان اشارك. السوق عندنا عباره عن ان انت تجيب منه فاكهه وكل شيء. فاكهه هفضها اوريها لكم برضو. وادي خضرتنا. التسالي جايبه ب10. البوظه جايبه ب20. الفطار جايبه ب25. فطار فول وطعميه وعيش. خضره برضو لازم عن الخضره، ربطة الخضره ب5. حلوه برضو مش كويسه يعني، احنا في قلب الفلاحين المفروض تبقى ارخص، بس يعني حلوه برضو. 2 ب5. الفلفل في فلفل احمر وفي فلفل اخضر. ودي برضو فاكهه هفضها اوريها لكم. ودي طماطم اهي برضو هوريها لكم. دي طماطم طريه جايباها للطبيخ اهي. انا بحب اجيبها كده تكون ناشفه يعني مش طريه قوي اهي. هفضها، بس انا بفضها في الرف التلاجة على طول، بفرطها كده في رف التلاجة. وجايباها دي ب5. لا يا ربي مش ب5، كيلو وربع. يعني جايبه 5 كيلو ب20. ادي كيس وادي كيس زي بعض، جايبهم كده 5 كيلو ب20 جنيه. الاسعار مختلفه عن بعضها، يعني تقدر تقولي اماكن مش زي بعضها. ودي طماطم جنب ناشفه السلطه، بسم الله ما شاء الله، جميله 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 اهي. ناشفه خالص 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 اهي. جايبها الكيلو ونص. يعني بسم الله ما شاء الله، احلى حاجه في التسويق الطماطم. اهو. حابه ان انا اشارككم، يعني اول مره اشارككم في الخضار. ليمون. الليمون جايبه 4 كيلو، مش عارفه السعر بايه صراحه، الحاج قال لي يعني جبت ربع بس. ده ب10. ربع ب10. يعني نص ب20، يعني سعر 40. ليمون بس ليمونه ناشفه وحلوه تقعد معايا لاخر الاسبوع. طبعا ما جبتيش الحاجه ناشفه معاكي لاخر الاسبوع ما بتقعدش، بتبوظ معاكي. فلفل اهو. جايبه فلفل وشطه على بعض الكيلو ب10 اهو. وجايبه كمان النص اللي هو يعتبر الشويه الاحمر ده نص كيلو برضه اهو. يعني جايبه فلفل احمر فلفل اخضر وشطه على بعض اهو. الكيلو ب10. جايبه كيلو الا ربع اخضر في شطه، وجايبه نص احمر. تقدروا تقولوا كيلو وربع بيكفروا الفيض منه. وجايبه يا ستي دي برضه بالسلطه جزر اهو. جايبه ب5. كيلو الا ربع ب5، يعني سعر الكيلو ونص ب10. كل واحد برضه يجيب على قده، ما تجيبوش مثلا في ناس بتجيب اقل وفي ناس بتجيب اكتر. كل واحد بيجيب على قده. اتفقنا ان احنا نمشي مع بعض، كل واحد بيمشي على قده. والجته بقى جته زي الفلاحين بتاعتنا الجميله الصغيره اللي زي اللوز دي. جايباها كيلو ونص اهي. جميل. ومسكره، انا جبتها الاسبوع اللي فات من الراجل ما قعدتش معانا 3 ايام كانت خلصانه. جايبه ب20. 3 كيلو ب20. يعني دول ممكن محمد يعني يكفي محمد يومين 3. احنا عندنا محمد بيحب الجته قوي.
محمد بقى الحفيد بقى وبيحب الدلع بقى. اما يوسف ما بيحبش الجاتو، يوسف بيحب الخيار. الخيار بقى اللي فيه سعر اسعار النهارده الحمد لله ب20 اهو. جايبه كيلو وربع ب25 اهو. هو غالي بس حلو هيكفينا. نمشي معاك خطوه بخطوه اهو. البرنجان ب20. انا بحب اجيب البرنجانه الصغيره كده، لان انا بحب يعني ايه اعمل واحد ايه اعمل على جدي. ما بحبش البرنجان الكبير. لما اجيب البرنجان الكبير ببقى شويه اهو. انا عندي برنجانتين كبار من الاسبوع اللي فات هشوهم مع السمك اهو. يعني جايبه دي كيلو ب20. بطاطس. البطاطس بقى اللي فيها سعر يعني الحمد لله سعر مش عايزه اقول لكم. البطاطس كانت عندنا الاسبوع اللي فات كانت ب25، وكانت احلى بطاطس. كانت اللهم صل على النبي كانت ب15. كانت يعني حلو خالص. النهارده اروح اجيبها الاقيها الكيلو ب20 جنيه. البطاطس الواحده خدت التسويق، خدت ليها 100 جنيه الواحده اهو. جبت 3 اهي. دي 3 كبيره جميله خالص اهي. اهي شوفوا زي الفل اهي. انا ما بحبش الحاجه النظيفه، بجيب على جد، مش لازم اجيب كميات كتير. جبت 3 كيلو كبير، وجبت كمان 3 لاني ما كانش عندي بطاطس خالص من الاسبوع اللي فات. استليت دي اهي جايبها الاتنين ب25 بالعافيه. يعني الراجل اداني عشان زبونته اداني الايه الاسعار دي. هوفضلكم بقى الفاكهه وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. فضيت الفاكهه ورجعت لكم اهو تاني. اللي جايبه تفاح اهو. مش هضحك عليكم واقول لكم على الصراحه يعني، بس ما حدش يضحك عليا. ب20 حلو. شوف انا شاطره ازاي. انا شاطره اهو. خوخ اهو ب20. جايبه كيلو ونص خوخ 30. كيلو ونص تفاح ب30. والمشمش من سعر 40. جبت كيلو الا ربع حلو اهو. يعني كيلو الا ربع ب30. اللي برضو جبت عنب برضو السعر ب50. قلت لها عاوزين كيلو الا ربع. احنا قلنا نمشي على جدنا، ما نحبش ايه. عشان انا بقول لكم على الحقيقه، مش بضحك عليكم. بقول لكم انا جايبه اسعار ولا جايبه حاجه ايه اغلى منكم. انا كل جايبه كل حاجه قدامكم اهو، وقلت لكم على كل حاجه اسعارها. وجبت سمك هعمله لكم النهارده ان شاء الله اهو. هوريكم طريقه عمايل الرنجه، شويه جديده ونظام جديد. طبعا دي الفسيخ اللي قلت لكم عليه اهو. واهو جايبه رنجه من الكيلو دي من سعر ايه 80. جايبه كيلو ونص اه. وجايبه شبار، عندي ابني بيحب الشبار، جبت له نص كيلو شبار. وجايبه كيلو ونص رنجه على قد غدانا النهارده ان شاء الله. هنزله لكم برده واعرفكم طريقه شويين الرنجه. يعني هعرفكم طريقه ام يوسف بقى، مش عارفه الطريقه بتاعتها. وما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات، واللي عنده اي تعليق يكتب لنا. واحنا هننزل لكم كل حاجه جديده في حياتنا. ما تنسوناش باللايكات والاشتراكات. يا احلى اخوات واحلى عيله شفتها في حياتي. والسلام عليكم.